خليني أعرفكم على نفسي باختصار. أنا من عيلة متوسطة الحال، وقبل 10 سنين وبعد ما تخرجت بسنة توفى والدي، الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى. وبعد وفاة والدي ب6 شهور جاتني فرصة عمل في السعودية، قضيت فيها 10 سنين، وبعد انتهاء مدة العمل الطويلة قررت أرجع مصر وأستقر فيها وأتجوز بالمرة. لما رجعت من السعودية عشان أبدأ حياتي، لقيت إخواتي اتجوزوا، كل واحد بنى بيت بعيد عن بيت العيلة، وكان بيت العيلة من نصيبي في الميراث. وقررت أخطب بنت عمي، بالمرة الأقربون أولى بالمعروف. البيت كان في حالة كويسة بس كان من الطراز القديم، فقررت أعمل فيه شوية إصلاحات. وبعد أسبوع تقريبا من إقامتي في البيت، سمعت حاجة بتخبط في نص الليل. صحتني من النوم، طلعت برا البيت أشوف إيه مصدر الصوت، بس ما لقيتش حاجة، فحسيت إنها تهيؤات ورجعت كملت نومي. تاني يوم الصبح دخلت المطبخ عشان أعمل إفطار، بس اتفاجأت لما لقيت في المطبخ حجر بحجم نص كف الإيد. قلت في نفسي لحظة، الحجر ده ما كانش موجود لما دخلت آخر مرة المطبخ.